الحقيقة إن المحاضرة ثرية جدا واستفدنا منها استفادة كبيرة فعلا يعني. بس أنا أرجو إن يعني ما يبقاش الفورة الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي، علشان الافتتاح المصري الكبير والإعلانات اللي بتتعمل والحاجات اللي لسه موجودة في القنوات الفضائية، يعني تستمر هذه مسألة ترويج بقى، ترويج فعلا للأفكار أو تسويق للأفكار، بحيث إن يبقى فيه يعني نصل إلى الطبقات الشعبية. يعني إذا كنا إحنا مثلا بنقول عن نفسنا إحنا كمثقفين عندنا إلمام وعارفين الحضارة المصرية، ورغم ذلك برضه بنتناساها في بعض الأوقات أو ما بنقومش بدورنا تجاهها، فما بال بقى الناس اللي هم الوسطاء أو الموجودين في مصر. مهم قوي إن إحنا نعمل حاجة بالنسبة لهم. يمكن الفكرة اللي قالها الأستاذ هيثم على إن يعني تبقى ثورة أو تبقى برضه اهتمام شعبي، يبقى مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور جمعيات، نقابات، حاجات زي كده، يبقى لها دور. نكون جمعيات مثلا على مستوى مجتمع محلي ومجتمع أكبر وهكذا، بحيث إن يبقى فيه اهتمام بهذه الحضارة الهامة جدا. أنا شخصيا ليا سؤال ساعات أسأل نفسي، الواحد دايما لما بيجي يتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة لازم في مرجعية يرجع لها أو أساس يرجع له، لأن المصريين دول جابوا حضارتهم وأفكارهم وهذه يعني الحضارة الهامة جدا منين؟ ده إلهام من ربنا مثلا، ولا هم اجتهدوا، ولا كان في شعوب متقدمة هم خدوا منها، ولا نقلوا عن، ما هو مش هنقول مثلا الدولة الفينيقية ولا الدول اللي كانت موجودة في ذلك الوقت ما كانوش أكتر ثقافة منهم، هم نقلوا من تراثهم. الموضوع ضخم جدا يا دكتور. هناك إجابة، بس أنا بس بنفسي يعني أنا مش محتاجة إجابة، بس الشعب بيستغرب إن الحكومة ده إلهام من ربنا ممكن يعني ينزل عليهم العلم والمعرفة، ولا جابوا العلم والثقافة والتبحر ده منين؟